أعلن رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو ليجي اليوم السبت بالرباط أن بلاده ستوفر 100 منحة دراسية دولية لتعلم اللغة الصينية بالمغرب، و100 مقعد في المخيم الصيفي الذي يقام بالصين، وذلك من أجل نشر ودعم تعلم اللغة الصينية بالمغرب بصورة أفضل. وأضاف السيد ليجي في كلمة ألقاها خلال حفل استقبال نظمه على شرفه معهد كونفوشيوس بجامعة محمد الخامس أنه سيتم أيضاً توفير مجموعة من المعدات لتعلم اللغة الصينية عبر الإنترنت لفائدة الجامعة، و1000 كتاب لتعليم اللغة والثقافة الصينيتين. وبحسب المسؤول الصيني، فإن معهد كونفوشيوس يعد منصة مهمة للعالم للتعارف والتعرف على الصين، وأيضاً للتعارف بين الصين والمغرب والصين وإفريقيا. وأشار إلى أن هذا المعهد قدم على مدى أكثر من عقد مساهمات إيجابية لتعزيز التواصل، ومن أجل الاستفادة المتبادلة بين الثقافتين الصينية والمغربية وتقوية التعاون بين الشعبين. من جانبه، أبرز رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط بالنيابة فريد الباشا في تصريح للقناة الإخبارية إنفانتيكاتغ التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء أن زيارة رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لمعهد كونفوشيوس التابع لجامعة محمد الخامس تؤكد عمق العلاقات الثقافية والجامعية بين المغرب والصين.